كنجيبوها حتى الاخر وكنخسروها. علاش؟ على قراعي ديال الماء، على ميداليات، على شي حوايج بساط. عرفتي فاش بغينا نصبحو ملعب كيهز مثلا 40,000، راه كنصبحو في 70,000، كنصبحو في 80,000. راه فاش كنقولوا القجع فاسد راه ما كنقصدوش شخص، كنقصدو منظومه. القجع وما جاورهما. تيقول لك حكا حكا ما تهضروش على بحال هادشي، راه غتشوهونا مع دوك اللي هك الجزائر. نتوما اللي كتشوهوا رسوماتكم. كتبوا فضيحه كازا ايفنت، طلع لكم فيديوهات بالعرارم. انا استغربت من العام الفايت وسنين والمشاكل كاينه. ما فهمتش انا علاش باقا هاد الشركه هادي. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده. اليوم الحلقه ديالنا فيها شويه من السياسه، ولكن ذات عمق رياضي. عندنا جوج ديال النقاط غادي نتناقشوا فيهم، وغادي نشوفوا الرأي والرأي الآخر. النقطة الأولى اللي معنا هو ماراثون الرباط. ماراثون الرباط هو واحد التظاهرة دولية، وكيشاركوا فيها مجموعة من المواطنين ولا مجموعة من الرياضيين، فيهم اللي متمرس وفيهم اللي هاوي. وآخر نسخة كانت نهار الحد 30 أبريل، ولكن هاد النسخة هادي كانت غير. كيفاش؟ كانت فيها مجموعة من الحوايج اللي كتبين بلا راه التدبير ديال ماراثون الرباط 30 أبريل كان تدبير عشوائي. هو أولا اللي بغى يشارك في هذا الماراثون كيخلص واحد يمكن نقولوا لها مبلغ المشاركة على حسب بعض التصريحات وبعض الناس اللي سولنا. المبلغ كان 100 درهم. ممكن يكون فرق ما بين واحد وواحد، ولكن على العموم 100 درهم اللي كاينه. شحال خلصتي؟ خلصت 100 درهم في لي دوسار واش العداء؟ شحال العدد ديال المشاركه؟ العدد اللي عندكم صعيب باش تحكم على نسبه كبيره ديال العدائين. واش حنا رياضي كنمثلوا الرايه ديال الوطن وغنخلصوا من جيبنا وفي الاخر ما لقينا حتى شي حاجه؟ فالعدد كان كبير ديال الناس اللي كانوا مشاركين، والحوايج اللي ثاروا الغضب ديال المشاركين هو غياب حتى الماء ديال الشراب. في فترة من فترات الماراثون الناس عطشوا باغيين يشربوا، ما لقاوش الماء. الناس مساهمين ب100 درهم وما لقاوش قرعة ديال 2 دراهم ديال الماء. ما لقيناش الشامي كيلومتر 15 ما كاين لا علامه، ما كاين لا شحال من كيلومتر تعشي، ما كاين لا ما لا والو. والنقطة الثانية اللي أفادت الكأس كيف ما تيقولوا هي أن الناس فاش سالاو الماراثون ما لقاوش الميداليات، ما لقاوش أصلا حتى واحد، ما لقاو فاش سالاو. وباش ما تقولوش هذا غير هادر ولا غير داوي، فأنا جبت لكم الشهادة ديال الدكتور يوسف بن هبة، أحد المشاركين في الماراثون. خويا بالنسبة للشهادة أنا شاركت يوم الأحد 30 ماي في ماراثون الرباط النسخة السادسة. كتثبت شاركت في آخر نسخة هي النسخة الخامسة. بالنسبة للملاحظات اللي عندي هو أنه حنا دائما كنا كنشاركوا في الرباط نظرا للمسار ديالو، مسار رائع، كذلك المسار ديالو كان دعم رائع كما العادة. بالنسبة للتنظيم، على مستوى التنظيم عندنا ملاحظات. نهضروا بعض على النقاط الإيجابية. أول كان الاحترام ديال حيت كان الجري كان منطلق العدو الريفي، المدار ديال 21 شاركت فيها الحمد لله. كان المدار ما كانش اشكال ديال السيارات داخلين في الشوارع، فبالتالي كنا تنجريو مريحين مزيان. ملاحظه اللي كان ربما لاحظها نقطه سيئه، انا بالنسبه لي تعتبر نقطه سيئه جدا، وانه من الكيلومتر الناس تاع 21 من الكيلومتر 15 حتى لاغيفي ما كانش الماء، وهذا شكل واحد الارهاق كبير بالنسبه المتسابقين. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هو انه في الفينيش بمعنى انه الناس اللي كانوا شاركوا في العشره، خصوصا التلاميذ ديال المؤسسات التعليميه، عرقلوا السير ديال الوصول، بما انك تبغي ترفع السرعه تصعب عليك، بالتالي سوء التنظيم ديال الاستقبال ديال المتشاركين، خصوصا المشاركين الناس اللي وصلوا من الكيلومتر 10. هذا كان يطرح اشكال كبير في الحصول على واحد التوقيت تيكون جيد. هذه النقطه الثانيه. النقطه ربما التي افادت الكاس بالنسبه للماراثون هو القضيه حيث الوصول
في الوصول، ما لقيناش الميداليات. يعني كان دائما تنتعودوا في الماراثون على الاستقبال ديال اللي وصل تتعلق لك ميداليه، ما كانش ميداليه. ما لقيناش على الاقل الماء اللي كان الماء، وهذاك الماء اللي تتعطى كل متسابق هذه ما لقيناهاش. فهذا نقطه سوداء بالنسبه للماراثون ديال الرباط. انا كنت نعتقد على انه كان اقتراح عندنا، وانه الاشتراك ديال التلاميذ ديال المؤسسات التعليميه نقطه يعني فكره ايجابيه، ولكن التدبير تم اخراجه بطريقه رديئه. كان الاقتراح هو انه الناس تاع المدارس على الاقل يديروا لهم سباق نهار السبت، ونهار الاحد يخليوه غير الممارسين. فلا يعقل على انه ممارس يجري وسط انسان تيجري لغدا عاد اول مره تيجري في الماراثون، فتعرق ليه السير في الديبار وسير يعني السير في الوصول. فمشات لنا واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق بين الانطلاقه والوصول، انطلاقا من المشاركه ديال التلاميذ المؤسسات التعليميه. هذه ملاحظات عامه، نتمنى النقاط الايجابيه يتم التثمين ديالها، والنقاط اللي تتبان على ان اخطاء يتم التجاوز ديالها في المستقبل. تحياتي، شكرا، بارك الله فيك. فكما سمعتوا الشهاده ديال الدكتور يوسف بن هبه احد المشاركين في الماراثون. فما بغيناش هادشي يبقى يتكرر. حنا مقبلين على تنظيم مظاهرات كبار افريقيا، ومقبلين على تنظيم كأس العالم. فما بغيناش نبقاو نشوفوا هاد الحوايج هادو اللي كيخسروا السمعة ديال البلاد رياضيا. ما بغيناش نبقاو نسمعوا هادشي، حوايج بساط كيخسروا هادشي. شوف دابا بالمنطق، شحال من عام هو كيتنظم هاد الماراثون، شحال من عام كنجيبوها حتى الاخر وكنخسروها. علاش؟ على قراعي ديال الماء، على ميداليات، على شي حوايج بساط. النقطة الثانية اللي معنا اليوم المباراة ديال كرة القدم اللي جمعت بين الرجاء البيضاوي والأهلي المصري. أولا وقبل كل شيء، الله يرحم الشابة نورا، وعزاؤنا للعائلة الكبيرة للرجاء البيضاوي، الجمهور والإدارة، وعزاؤنا كذلك للعائلة الصغيرة لنورا. عاود تاني غادي نقولها، الله يهدي المسؤولين ديالنا علينا، وما بغيناش هادشي يبقى يتكرر. كيف ما تابعتو، كيف ما شفتو في بداية المباراة ولا قبل من بداية المباراة، وكلكم شفتوا الفيديوهات، أعداد كبيرة وأعداد غفيرة قدام الملعب، سوء تنظيم واضح وباين، طريقة ديال فك الجمهور ولا تفرقة الجمهور من قدام الملعب، طريقة فاشلة، طريقة ديال العصور الوسطى. كيفاش انت مجموعة 100 واحد حدا بعضياتها قدام الباب وانت كترش عليهم من الفوق؟ فين بغيتيهم يمشيو؟ يطيروا؟ فين بغيتيهم؟ كي غيديروا ليها؟ يلا. وهادوك الناس اللي كترش عليهم الماء، فيهم اللي مقطع التيكيت ديالو، فيهم اللي عنده اشتراك، خاصو غير يوصل للباب ويدخل. باش ما تقولوش عاوتاني هذا غير داوي. انا جايب لكم شهادة ديال واحد كان حاضر، الصديق انس الدرغمي، كان حاضر في الملعب وعنده بطاقة ديال الانخراط. وكيف ما تيقول الناس اللي عندهم البطاقة ديال الانخراط خاصهم يوصلوا ويدخلوا، عندهم واحد لازون خاصة بهم. للاسف تا هادشي ما مفعلش، البيبان كلشي مهرس، كلشي خاسر، سكانير ما خدامش. يعني كي مقطع تيكي دوريجين اصليه، كي جايبها مدبر عليها ودير ليها فوتوكوبي عند مول المكتبه، كي عندك البطاقه ديال الانخراط بحال ما كايناش شي حاجه اللي كتميز هذا على هذا. جيتي معطل، السلام عليكم. اما هذيك الشركه ديال التنظيم اللي مسؤوله على التنظيم ديال هذا الشيء، فرا لا يعقل. اكتبوا فضيحه كازا ايفنت، طلع لكم فيديوهات بالعرارم. انا استغربت من العام الفايت وسنين والمشاكل كاينه. ما فهمتش انا علاش باقا هاد الشركه هادي، ما فهمتش. نفس المشاكل كل عام، نفس المشاكل. ها انتم بقاو المشاكل تحت الروح. تالين هادشي، شكون اللي مسؤول دابا على هادشي؟ شي كيسبها في شي شركات كتقول لك لا الاداره ديال النادي عطيناهم واحد العدد، النادي كيسبها في كازا ايفنت. كي غادي نديروا دابا؟ يلا، شكون اللي ضايع في هادشي كامل؟ السيده اللي ماتت. تالين غادي نبقاو نشوفوا بحال هاد الحوايج. تالين تيقول لك حقا ما تهضروش على بحال هادشي، راه غتشوهونا مع دوك اللي هك الجزائر. نتوما اللي كتشوهوا راسكم، نتوما اللي كتشوهوا راسكم، حنا مشوهنا والو. هاش شوف، غنجيب لكم مقطع من فرنسا 24 انا كاع.
وصلات. بعتقد على أن اليوم الشركة المنظمة كازا إيفنت تتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث، لأن المشاكل التنظيمية ليست وليدة اليوم في المركب الرياضي محمد الخامس. كل ما تعلق الأمر بمباراة كبيرة. دابا غتوقف عليا انا نشوهك؟ اللي عطا الله عطاه. تحط ملف ديالك في 2030 بتنظم كاس العالم باقي عندك هادشي. انا استغربت دابا هادشي كامل واقع. الجامعه ما خرجت حتى شي بلاغ، ما خرجت حتى بشي توضيح. وهادشي راه عرفتي شنو كيستاهل. راه الرقاطه خاصها تنوض، الروينه خاصها تنوض. راه فاش كنقولوا القجع فاسد راه ما كنقصدوش شخص، كنقصدو منظومه. القجع وما جاورهما. خاص الجامعه تدخل بحال هادشي، خاص الجامعه تدخل بحال هادشي، خاص الجامعه ما تسكتش على هادشي، تفتح تحقيق. المشكل في الامن نعرفوه كاين في الامن، المشكل في كازا ايفنت نعرفوه كاين، المشكل في النادي نعرفوه كاين، وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. حنا ما قلناش لكم ما ديروش خدمتكم. نخليكم مع الشهاده ديال الصديق انس الدرغبه ونكملوا. ما خويله راجعين في الطريق وراجع مريض، جات فيا الضرب، جات فيا واحد الضربة عاوتاني ليدي. والله الا قلت مهرس ولا ديك الليلة كاملة وانا جاي عاصم ايدي تنقول للموشاد. وهادشي يحصر عندنا لاكارت. كنعرف انا صحاب بطائق الاشتراك، الناس اللي مخلصين لاكارت ومخصصين لهم واحد الباب. هذاك الباب ما خصوش يدخل منه شي واحد من غير اللي عنده لاكارت. واصلا هادشي كامل سبابو التنظيم الكارثي. شكون سبابو؟ ما سبابو ديك الشركه اللي مكلفه بالتيران ديك كازا ايفنت، وسبابو الامن اصاحبي شنيا كيعاملك بواحد الطريقه، هو كيزيدك تجبد الصداع. البوليس كيشحط فيك بالعصا، ديرك انت بحال شي كلب. عيب اصاحبي، عيب وعار هادشي هذا. بنادم اصاحبي تما كنعرف انا الدراري جاو من اكادير شادين الطريق في الوحده د الليل، في الجوج د الليل، باش يصبحوا تما مع 6 الصباح 7 الصباح، ومشاو للتيران وما قدام التيران مع الجوج ديال النهار. الماتش شل 8 والناس باغا تدخل مع الزوج باش تفادى المشاكل وتفادى الصداع، حيت عارفين هادشي هذا ولينا كنعيشوه حنا في كاع الماتشات، ماشي غير ماتش كبير مع الاهلي، كاع الماتشات ولينا كنعيشوا هاد الاجواء هاد. الماتش ديال السوالم، الماتش اللي لعبنا في البطوله مع السوالم تا هو دوزنا فيه نفس المشكل، حيت هادشي كامل اولا بعدا هو البيبان اصاحبي كلشي خاسرين ليه مسكانات. داك السكان باش انك انت اللي مخلص لاكارت كتدخل كتقلب التقليبه الاولى وتقلب البراج الاول والبراج الثاني والبراج الثالث، وفاش كتوصل للبراج الرابع كتلقى داك الباب اللي فيكس اللي خصو يكون عندك لاكارت. كتحط لاكارت كدوز من السكان عاد كدوز، ولا كدوز الورقه اللي انت مقطع. الا كانت مزوره ما كيتفتحش لك الباب، كيردوك. كانت مزيانه راه غادي تقطع. هذاك السكان اولا بعدا خاسر، ومن البدايه ديال العام، من البدايه ديال هذا الموسم هذا هو خاسرين دوك البيبان. داك الشيء باش بنادم صافي لقى السيبه. الناس اصاحبي ما عندهاش ورقه، الناس ما عندهاش ورقه ودخلات سبقت هي الاولى، دخلات داخله صحه داخلين بديك الروينه اللي نوض البوليس. صافي لقاو ديك السبه بنادم دخل كلشي داخل، واصحاب الناس اللي عندهم مراقب بقاو برا. هذيك الكثره ديال البشر اللي شتي في التيران، هذاك الشيء اخويا راه النص ديالو بقى على برا، والله الا النص بقى على برا. والمشكل دابا داك النص اللي بقى على برا كله صحاب الوراق وصحاب لاكارت. واش السيد صاحبي مقطع لي كارت مخلص لاكارت ب 500 درهم باش يتفادى دوك المشاكل، وفي الاخر كيبقى انه ما يدخلش للتيران، كيبقى على برا. عاود تاني غادي نقولها، الله يهدي المسؤولين ديالنا علينا. راه كنموتوا على بلادنا وكيدرنا خاطرنا فاش كنشوفوا هاد الحوايج. انا كنستغرب علاش الماتشات اللي تيكونوا مثلا، انا نعطيكم مثال بالماتش ديال طنجة ديال المنتخب، علاش كلشي داز زوين؟ غتقولوا لي المشكل في الجمهور ديال الرجاء، على اساس ان الجمهور ديال الرجاء ما مشاش لطنجة. شي حوايج ما كتدخلش العقل. علاش هادشي؟ علاش فاتحين بنيقه وحده صغيره وكيدخل منها واحد بحال الشفار؟ افتح لي يا خويا البيبان كاملين وخدم السكانيرات. اللي عندو السكان يدخل، اللي ما عندوش يمشي في حالاته. انا ما قلناش لك حنا دخل لينا بنادم بزز. اللي مقطع الورقه يدخل، اللي ما مقطعش يمشي في حاله. انا ما كنمشيش للتيرانات بزاف،
وواحد المره هذا في التيران ديال بني ملال ولو صغير. واحد المره قلت زكا انا اليوم مسالي نمشي للتيران. مشيت قطعت الورقه ديالي يا سيدي، شادت الورقه وغادي، وكان معايا واحد الصديق غادي يشوف الفيديو غادي يتفكر. هو ما مقطعش الورقه، هو فاهم الوضع، عارف شنو كاين. انا من نيتي نقطع الورقه ديالي وغادي. والماتش بدا، وصلت للباب ديال الملعب ما عطيت للسيد الورقه، دار فيها شاف فيا ويقول لي زيد. الناس كتدخل بلا اوراق. الناس كتدخل بلا اوراق. ما مسوقينش، ما مسوقينش. كيما مقطع ورقه كيدخلوا بها جوج الناس عادي. كاين المره اللي واحد كيدخل وكيخرج وكيعاود يبيعها، كاين اللي كيدخل حتى لداخل يدبر على 4 الوراق 5 وكيخرج يعاود يبيعو. عرفتي فاش بينا نصبحو؟ ملعب كيهز مثلا 40,000 راه كنصبحو في 70,000 وكنصبحو في 80,000. علاش؟ هذا كيتسمى الجشع على وزن قجع. هذا كيتسمى الجشع. الناس كيشوفوها في الوراق، تيشوفوها في العدد، باغيين يدخلوا الفلوس، ما كيشوفوش بداك بنادم اللي كيدافع برا. من العام الفايت الناس كيهضروا على هادشي، من العام الفايت. ها هو طاح فاس في الراس، ها السيده ماتت، صافي ماتت الله يرحمها. دابا شكون اللي غيتحمل مسؤوليتها؟ شكون؟